بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا عملنا الكنافة كذا مرة، عملناها لايت وبكذا طريقة وبدون سمنة. بس في ناس كتير قوي متضايقة ان الكنافة نفسها بزيت ابيض. فان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالشوفان. كنافة بالشوفان وهنعملها على ايدينا وبتطلع جميلة، وزي ما انتم شايفين كده بجد تحفة. بتفكرني كده بالكنافة البلدي بتاعت زمان اللي مش معمولة آلي بالمكنة. تعالوا نبدأ في مقاديرنا على طول. انا معايا هنا كوباية من دقيق الشوفان الناعم المنخول كويس، وعليها ذرة ملح. ضفتها على كوباية من المية. الدقيق الشوفان انواعه بتختلف، ممكن تاخد معاك كوباية مية، ممكن تاخد كوباية ونص، ممكن تاخد كوباية وربع. فاحنا هنبتدي بكوباية ونشوف القوام عامل ازاي، ولو حسينا ان هو تقيل نبتدي ان احنا ناخد كمان شوية مية تدريجيا. انا هنا بالهاند بلندر خلطته كويس جدا، ممكن في الخلاط عادي، بس انا قلت اسهل على نفسي. وبعدين بعد ما خلطتها كويس جدا بصفيها. شايفين القوام بتاعها ده القوام المطلوب، لازم اصفيها كمان بعد الضرب بالخلاط او بالهاند بلندر، علشان اتاكد اني ما فيهاش اي كلاكيع او ما فيهاش اي ذرات كبيره، علشان انا هقص الكيس اللي هشتغل بيه رفيع جدا. بصفيها كويس. شايفين الناتج دوت انا مش هرميه، انا اخدته وعملت بيه رغيف عيش صغير علشان السحور بقى. بتاكلوا في الفطار براحتكم. وعملت لكم بيه قبل كده ريلز علشان تشوفوه قصة. زي ما انتوا شايفين ده النتيجة بقى اللي طالعه معايا، ده القوام اللي انا عايزاه. انا هسيبها نص ساعة ترتاح وبعد كده هبتدي اشتغل فيها. هجيب كيس حلواني يكون بس الكيس سميك شوية مش خفيف، علشان مع الضغط ما يفرقعش منك ويتقطع. هحطه بس كده في الكوبايه المعياريه علشان اصب فيه الخليط بتاعي. ده القوام بعد نص ساعه. شايفين تقل ازاي شويه؟ ده القوام اللي احنا عايزينه. هصبه بقى في كيس الحلواني، وبعد كده هنشوف هنفتح فيه فتحه قد ايه، او هنقصه فتحه قد ايه. بحاول محطش كتير علشان الكيس ما يبقاش تقيل قوي. تقدري برضو تحطي كله زي ما انت عايزه. انا هنا عندي الكيس زي ما انتوا شايفين. هبتدي اشوف الاول بتاعه فين، وهقص فتحه صغيره جدا جدا، ما كبرش، لان كل ما انت قصيتي الفتحه صغيره وكل ما كانت الكنافه رفيعه كل ما كانت احسن طبعا. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده بحاول اضغط عليه واشوف هو هيشتغل معايا ازاي. وعلى بقى جريل ما بتلزقش، لان انا مش حاطه اي ماده دهنيه تماما، وبتكون سخنه، بتكون سخنه كويس جدا جدا. على درجه حراره تقريبا من متوسطه، يعني من المتوسطه العاليه، ما بين المتوسطه والعاليه. وبسيبها اول ما هبتدي الاقيها خلاص جفت تماما، بلمسها بس كده خفيف الاول واشوف خلاص هي كده جفت تماما ونشفت معايا. ابتدي بقى ان انا اشيلها وابتدي احط كمان غيرها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. انا هنا الفتحة لقيتها كانت كبيرة مني شوية، فحطيتها في كيس تاني، كيس اصغر، وصغرت الفتحة عشان تبقى ارفع معايا، لان زي ما قلت لكم كل ما تبقى رفيعة كل ما تبقى احسن كتير. وابتدي برضو احطها على الجريل السخن، لازم الجريل يكون سخن جدا. واول ما تجف معايا برضو ابتدي المها واشيلها، ونخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. شايفين بقى ما شاء الله عاملة ازاي وطرية. طبعا مش هنغطيها عشان ما تعجنش معانا، هي اصلا ما خدتش وقت على النار عشان تنشف. زي ما قلت لكم الجريل بيكون سخنة جدا، فما تخافيش هي مش هتنشف معاكي ولا حاجة. احنا بس نخليها معرضة للهواء شوية، وبعد كده نغطيها علشان ما تنشفش. بص دي نص الكمية تقريبا. بص ما شاء الله حلوة قوي قوي، شبه الكنافة البلدي بتاعت زمان. وطبعا تقدري بقى تعملي بيها اي نوع كنافة انتي بتحبيه، بيطلع معاكي حلو جدا. طبعا بتحطي سمنة بقى زبدة بلدي قليلة جدا، وتستخدمي العسل الابيض، بيبقى حلو قوي قوي معاها. وكده احنا عملنا كنافة لايت بكل حاجة، حتى الكنافة نفسها بقت لايت.
يا رب ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ان شاء الله استنوني في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.